اللغة العربية. وطبعا العلماء كلمة بلا حدود، ولكن أنا التفت في هذه الفترة أو في هذه المدة المتاحة إلى مواقف في بعض علمائنا المعاصرين تقريبا أو المحدثين لصلتهم بمشاكلنا التي ما زلنا فيها، لأن خدمة العلماء على مر التاريخ أو عبر الأقطار أمر يتعذر. إذن هناك قضايا تتعلق باللغة وقضايا المرتبطة باللغة، التعليم والثقافة وإلى آخره، كيف تعامل معها وكيف تفاعل معها علماؤنا الأقربون إلينا في الزمان والمكان، من أمثال محمد بن عبد العلوي وأبو شعيب الدكالي والحجم الثعالبي الفاسي والمختار السوسي وعبد الله قنون. هذه الكوكبة وأمثالها من المخضرمين الذين عاصروا مخاض الاستقلال قبل أن يكون ومخاض الاستقلال بعد أن كان، فكلهم هؤلاء الذين ذكرت ما عدا الحجم الثعالبي توفي قبل، هؤلاء خاضوا مخاض الاستقلال أثناء الكفاح الوطني والإعداد الوطني والكفاح بوجوهه المختلفة، ثم خاضوا بعد ذلك مخاضا آخر أو عاشوا مخاضا آخر وهو ما بعد الاستقلال وتشكل الدولة المغربية في صيغتها الحديثة. وفي هذا السياق أيضا كانت تطرح قضية اللغة العربية، والذي وجدتهم تقريبا يحومون حوله جميعا، سواء قبيل الاستقلال كتبوا، كثير منهم كتبوا قبل الاستقلال وحاضروا وألفوا، كانوا يخوضون معركة اللغة العربية أثناء الحماية، كانوا يخوضون معركة اللغة العربية ومعركة مواجهة المخططات الفرنسية لتهميشها، للقضاء عليها، لإقصائها، لإحلال لغة المستعمر مكانها. كانوا يخوضون هذه المعركة ويتكلمون فيها. ثم أثناء معركة الاستقلال وبعدها، مما تقريبا تلتقي فيه كلمتهم ومواقفهم، أنهم كانوا ينظرون إلى مسألة اللغة العربية من 3 زوايا. الزاوية الأولى هو أنها تعبير من أقوى التعبيرات عن شخصية هذا الوطن وعن شخصية هذه الأمة وهذا الشعب. هذا الشعب ليس شعبا بدون لون ولا طعم ولا انتساب ولا انتماء، بل له صبغة معينة وهوية معينة وكيان موصوف عبر قرون وقرون. فمن أبرز سماته التي يجب المحافظة عليها اللغة العربية. ارتبطت اللغة العربية بهذا الشعب وبهذه الدولة وبهذه الأمة قرونا وقرونا، هي إحدى التعبيرات عن هذا الكيان وهويته ولديه، فكانوا ينظرون إليها من هذه الزاوية. ولذلك فإن فقدانها هو تحطيم لهذه الهوية والدخول في الهوية المجهولة أو اللا هوية. كانوا ينظرون إليها كذلك من زاوية علاقتها بالدين، فهذا شيء كذلك معروف وواضح، بل هو أكثر وضوحا. ارتباط العروبة بالإسلام وارتباط العربية اللغة خاصة اللغة العربية بالإسلام ارتباط عضوي مصيري لا فكاك له، فلا يتصور الإسلام بلا عربية ولا عربية بلا إسلام، ولكن بصفة خاصة لا يتصور الإسلام بلا عربية. فإذا كانوا إذا فكروا في الحفاظ على الركن الآخر من أركان هذا الكيان
هو الركن الديني، فإنهم تلقائيا يجدون أن العربية وسيلته الوحيدة ووسيلته الفعالة ووسيلته التي لا غنى عنها. فإذا كان أيضا دفاعهم عن اللغة العربية في مختلف مناشطهم ومواقفهم ناظرا إلى اللغة ووظائفها وأهميتها من هذه الزاوية، أن حفظ اللغة هو حفظ للدين، واللغة هي المدخل الطبيعي الذي لا غنى عنه لفهم الدين وتراثه قرآنا وسنة وتراثا. كذلك ينظر إلى اللغة العربية كلغة أيضا لغة قومية وطنية، هي أداة النهضة، أداة التعبير، أداة الإحساس بالشخصية، أداة أسرع الأدوات للتعليم والترقية، لأنه أي لغة أخرى ستكون متعثرة وستظل هامشية مهما بذل لها من جهود ومهما أرصد لها من إمكانات ووسائل، فتظل اللغة التي يتشربها الناس ويتفاعلون معها أكثر ويتعلمونها بسرعة أكبر ويتعلمون بها ويرتقون بها، كما هو شأن أي شعب وأي لغة، هي بالنسبة إلينا هي اللغة العربية. هذه الفكرة الأخيرة بصفة خاصة وغيرها نجد تعبيرا صريحا بل أكاد أقول صارخا عنها عند العلامة المختار السوسي في أوائل كتابه المعسول، حين وضع عنوانا في مقدمة المعسول بين أمس والغد، وتحدث عن ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، وذكر أو عبر عن قلقه الشديد في مرحلة ما بعد الاستقلال من أمرين. قال: أكثر ما نهتم به، الاهتمام هنا بمعنى الهم والغم، ما يعني يشغله هو أمران. الأول هو ما سماه بالتفريط في المثل العليا، والأمر الآخر هو التفريط في اللغة العربية. وتساءل تساؤلا ما زال مطروحا على كل من يجادل في هذا الموضوع، يقول: إذا لم نحافظ على هذين الأمرين، وإذا لم يكن الاستقلال في خدمة هذين الأمرين، فلماذا كافحنا لأجل الاستقلال؟ بمعنى إذا كنا سنكون في الركاب الفرنسية فلنبقى، ولنكن من أهل الدار، ولنكن أبناء فرنسا، ولنكن مقاطعة وإلى آخره. ما معنى أن نكافح ونقدم النفس والنفيس إذا لم نعتني بديننا ولغتنا؟ وذكر، وهو الذين تعرفونه وهويته الجغرافية والمذكورة في اسمه المختار السوسي، قال: المغاربة على مر القرون، وذكر بصفة خاصة المرابطين والمارينيين والموحدين من الدول التي قال كانت بربرية خالصة، كيف استماتوا في الدفاع عن اللغة العربية، فمن باب أولى غيرهم من السعديين والعلويين والأدارسة. إذن المغاربة مجمعون دولا وشعوبا قرونا متتالية على هذا الأمر، لأن به وجودهم وخاصيتهم ونهضتهم وحضارتهم وثقافتهم. كذلك نجد من أبرز من خدموا وعالجوا قضية اللغة العربية واهتموا بها اهتماما كبيرا كما هو معروف وإلى وقت غير بعيد العلامة علال الفاسي. علال الفاسي ربما تميز بكثرة الاهتمام بالموضوع لاعتبارات واضحة، وكان أكثرهم اهتماما بالشأن العام، اهتماما فكريا تنظيريا واهتماما عمليا ميدانيا، وهو الذي ترأس الحزب الأبرز والأكبر في هذه الحقب الماضية، وهو الذي شارك في الأعمال السياسية الرسمية في البرلمان ووزيرا. فإذا شيء طبيعي كان أن يكون اهتمامه
باللغة العربية أكثر من غيره، ومعاركه لأجل اللغة العربية أكثر من غيره. واسمحوا لي أن أقدم بعض اللقطات بصفة خاصة من علال الفاسي رحمه الله الجميع. لأجل الاطلاع السريع على هذا الموضوع لمن يريد، الأمر على كل حال معروف، جمع الأستاذ شيبة ماء العينين مدير مؤسسة علال الفاسي كتابا بعنوان من أجل تفاعل لغوي، جمع فيه مقالات علال الفاسي ومحاضراته ومشاركاته في موضوع اللغة العربية. هذا الكتاب لو كان كتاب ألف لقلنا في فترة معينة علال الفاسي، لا، لكن هذا الكتاب هو مقالات ومحاضرات، بمعنى أنه يعكس اهتماما لعشرات السنين، ويعكس اهتماما في مواقع متعددة لعلال الفاسي بمسألة اللغة العربية. والحقيقة وأنا كان لي الشرف أن أقرأ معظم مؤلفات علال الفاسي، حيثما ذهبت ستجد قضية اللغة العربية، حتى حينما يتحدث في مقاصد الشريعة أو في الدفاع عن الشريعة أو في الأصول الفقه أو في التفسير، نجد قضية اللغة العربية حاضرة عنده وفي اهتماماته. لكن هذا الكتاب يختصر لنا الطريق ويجمع لنا ما تفرق من اهتماماته أو بعض ما تفرق. من العبارات الدالة والبليغة التي اختار أن يفتتح بها أحد بحوثه في هذا الكتاب هي قولة المفكر والمستشرق والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون، الذي يقول: إذا استعبدت أمة ففي يدها مفتاح حبسها ما احتفظت بلغتها. إذا استعبدت أمة فالمفتاح لكي تخرج من العبودية ومن السجن هو أن تحتفظ بلغتها. هذا هو مفتاح الخروج. إذا فقدت هذا فقدت مفتاح الخروج وأصبحت في قبضة مستعبدها إلى ما لا نهاية. في هذا الكتاب يعالج قضايا ما زلنا نناقشها من قبيل استعمال العامية بديلا عن الفصحى، ومن قبيل كتابة اللغة العربية فصيحة أو عامية بالحرف اللاتيني، وهو المشروع الذي نفذ في عدد من الأقطار الإسلامية التي كانت تكتب لغاتها المحلية بالحرف العربي. فإذا هذا المشروع الذي نفذ في تركيا وفي آسيا الوسطى، في القوقاز، في بعض الدول الأفريقية، كان أيضا يراد له التطبيق والتنفيذ في دول عربية. تمت المحاولة حديثة في مصر وجرى الترويج لها في عدد من الأقطار، منها طبعا المغرب يناقش هذه القضية ويناقش قضية تعريب التعليم، ويقول هي المدخل الأكبر المزدوج للوظيفة، هو الوسيلة لإصلاح اللغة وتطويرها وتقريبها وتسهيلها، وهو أفضل طريقة للمحافظة عليها وترسيخ وجودها. وهو يرى أن تعريب التعليم على خلاف ما تم في المغرب وما يقال يجب أن يبدأ من التعليم العالي، ويعتبره أسهل الممرات وأسهل المداخل لتعريب التعليم. فإذا على كل حال ناقش قضية تعريب التعليم، ناقش قضية المصطلحات العلمية، وذكر أنه لما كان وزيرا للأوقاف تقدم بمشروع أرسله إلى جلالة الملك لينظر فيه، وهو تأسيس مجمع علمي أي متخصص في المصطلحات العلمية والأسماء العلمية لتشارك فيه الدول العربية كلها. ولم أعرف أنا لحد الآن ماذا كان مصير هذا المشروع وكيف لم يتم تنفيذه. علال الفاسي أنقل لكم ولعلي أختم بذلك بعضا من تعبيره الشعري عن اللغة، عن قضية اللغة العربية، وهي تعكس أيضا مدى انخراطه في هذه المعركة التي كان يعتبرها معركة حقيقية. وهو بهذا يعبر بمثل ما عبر به كثير من العلماء الآخرين. له قصيدة طويلة أجتزئ منها بعض هذه الأبيات لنجعل علال الفاسي رحمه الله يشاركنا هذه الأيام
قضيتنا واهتمامنا. يقول في مطلعها: إلى متى لغة القرآن تضطهد ويستبيح حماها الأهل والولد؟ أما يرون أنها في الدهر عدتهم وما لهم دونها في الكون ملتحد؟ ولن تقوم لهم في الناس قائمة أو يستقيم لهم في العيش ما نشدوا إن لم تتم لهم بالضاد معرفة أو يكتمل لهم في الضاد معتقد. وكيف يصغون للأعداء تذكرها وأصل ما وصفوه الحقد والحسد. إلى أن قال في وسط القصيدة: قل للحكومة والأيام شاهدة عودي إلى الحق لا يصددك منتقد. عودي إلى خطة ترضى البلاد بها ويستقيم بها للملة الأود. وحرر الضاد حتى يستبين لها مجالها الحر لا قيد ولا صفد. إلى أن قال في أواخر القصيدة: يا ويح أمتنا ممن يكيد لها ومن حليف له من نبعه يرد. ويح العروبة في أرض العروبة لا تلقى المجير وفيها الخائن النكد. المغرب العربي مأساته عظمت فأين آسيه أين المخلص الصمد. الأمر للشعب فليعلن إرادته وكلنا طاعة للأمر نعتمد. إلى أن قال: من لا يؤدي إلى الأوطان واجبه فهو العدو فما ترضى به البلد. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ أحمد الذي